السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتحب جمصة ونفسك يكون لك شقة فيها بحيث ان انت تبقى قاعد وموجود بشكل دائم سواء في الصيف او في الشتاء، ولكن مشكلتك دايما بتكون في المساحة او حجم الشقة علشان تقدر تستوعب العدد الكبير من اسرتك اللي موجودة معاك واللي اكيد هيشرفوك وينوروك داخل مصيف جمصة او في الشقة، يبقى الشقة اللي هعرضها على حضرتك النهاردة للبيع هي واحدة من الاختيارات اللي لازم تبص عليها حتى لو مش هتشتري. يلا بينا نشوف الشقة وانت تقرر ان كانت هتعجبك او لا. يلا بينا. هي دي بقى الشقة اللي قدامكم. أيوة هي دي. طبعا الشقة أو العمارة على شارع رئيسي مهم جدا في منطقة صلاح الدين، والعمارة يعني عمارة وسطية مش قديمة ولا جديدة، طبعا نصها طوب ونصها زي ما انتم شايفين نصها طوب فرعوني يعني. ودي واجهتها من الناحية القبلية، وده السلم بتاعها. طبعا السلم كله رخام لحد ما تطلع فوق لحد الشقة. وادي الشقة وباب الشقة. طبعا الشقة دي زي ما قلت لحضراتكم جاهزة من كل شيء، زي ما انتم شايفين الإنارة، التشطيبات اللي موجودة في الشقة، كل حاجة فيها متكاملة. ودي طبعا أنا بالليل علشان خاطر أوريكم الإنارة من بره. الشقة زي ما قلت لحضراتكم بنسبة 1/12، بعقد مسجل طبعا في مجلس المدينة، نقدر نقول تنازل يعني في مجلس المدينة. وهي عبارة عن جناح كامل. جناح يعني ايه؟ يعني واخدة نص العمارة من فوق، وكاملة المرافق والتشطيبات اللي ممكن تكون انت محتاجها لبيتك زي ما انت شايف كده. طبعا يمكن انتوا شايفينه دلوقتي معايا في الفيديو، المطبخ والحمام ودي الطرقة. طبعا الاتنين عبارة عن سيراميك ارضيات وحيطان وسقف، موجود في ابانيو زي ما انتم شايفين، لان المساحة كويسة. احنا بنتكلم في نسبة تقريبا توصل تحت خط يعني ال 100 متر. ده طبعا الشباك بتاع الحمام ومطل على سوق السمك. برضه هنروح بقى للمطبخ اللي نفس القصة بالظبط، سيراميك ارض وحيطان وسقف، والشباك ده برضه قريب من سوق السمك يعني مطل على سوق السمك. واكيد بقى هنروح واعرفكم انه المطبخ ليه بلكونه مستقله بعيدا عن بلكونه الشقه بشكل عام. والبلكونه دي زي ما انتم شايفين برضه مطله على الشارع الرئيسي، وكمان تقدر من خلالها ست البيت ان هي تشوف البحر. ايوه البحر ده الشارع الرئيسي زي ما حضراتكم شايفين، وده البحر هناك اهو، هي الميه الزرقاء اللي ورا العمارتين 3 اهو. وده الشارع الرئيسي ومنطقة الألعاب والترفيه. وطبعا تقدر تركب من هنا تروح لميدان أمون والمنطقة الحيوية اللي موجودة في البلد. نروح بقى لبقية الشقة عشان تقدروا تشوفوها معانا. دي الصالة، طبعا زي ما انتم شايفين الإضاءة في كل مكان متظبطة بشكل كبير، وفيها 3 غرف، أدي 1 أدي 2 وأدي الغرفة التالتة. طبعا 3 غرف كويسين جدا، والمستوى بتاعهم كويس من حيث المساحة، وكمان التشطيبات زي ما حضراتكم شايفين كاملة. يعني النهاردة تقدر تقول هتجيب عزالك بس تركبه او تحطه في الشقة علشان تقدر تاخد كل اللي انت محتاجه وتبقى الشقة متكاملة. يعني لو ست البيت هتقيم فيها بشكل دائم خلاص تقدري تشطبيها بالشكل اللي انت عايزاه من حيث العزال فقط، لكن تشطيبات كاملة، إضاءة مخفية، جبس، كل اللي ممكن تحتاجوه. طبعا كل أوضة منهم لها شباك زي ما حضراتكم شايفين. دي الأوضة طبعا يعتبر القبلية، شايفة الشارع. وعايز أقول لكم كمان يا جماعة إنه الشقة دي طبعا مساحتها كبيرة زي ما قلت لحضراتكم تتخطى ال 100 متر، وهي عبارة عن جناح بحري شرقي، يعني شايفة البحر وشايفة كل حاجة. طيب نيجي بقى للغرفة التانية، وهي الغرفة البحرية اللي برضو بلون مختلف وألوانات مختلفة في الإضاءة أو حتى في الحيطان. وبرضه نفس الامر متكلفه او يعني نقدر نقول كامله التجهيزات، يا دوب بس هتيجي تحط فيها عزالك. وبرضه لها شباك بحري مستقل زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي حالا. ده الشباك اللي بيطل على البحر وكمان على الشارع الرئيسي زي ما حضراتكم شايفين. الشارع الرئيسي اللي موجود فيه مسجدين، المسجد اللي قدام حضراتكم ده هو مسجد عياد، وده مسجد الحسين النجار، والميدان اللي هناك اللي عند الحسين النجار ده هو ميدان خدمي فيه كل شيء. اما الاتجاه التاني اللي قدام حضراتكم ده اللي انا بمشي فيه هو اتجاه اللسان والمنطقه برضو الحيويه، وفي هنا محلات اسماك والعاب وكل اللي ممكن تكونوا محتاجينه. بعيدا عن الشقه مش هتروحوا بعيد، يعني هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. نشوف بقى طبعا الاوضه الثالثه، وهي الاوضه اللي جنب البلكونه. نفس الامر برضو، دي اوضه بحريه
ليها شباك مستقل اللي قدام حضراتكم دوت، متشطبه نفس التشطيبات وكل اللي حضراتكم ممكن تحتاجوه. برضو زي ما انتم شايفين يمكن مفيش نقص في الشقه من اي شيء ممكن تكونوا محتاجينه للاقامه فيها، يا دوب عزالك واتكل على الله يا معلم، عيش ومزاجك وهات العيله زي ما انت تحب ايا كان العدد. طبعا برضو الشباك بتاعها زي ما حضراتكم واخدين بالكم برضو مطل على الشارع الرئيسي بشكل واضح، تقدر من خلاله برضو تشوف البحر لو انت قاعد في الشقه بمزاجك. يعني الامور كلها ممتعه يعني في النظر، انت قاعد ليل او نهار شايف الشارع كله. نروح بقى طبعا اكيد للنقطه الاهم، وبرضو على فكره الاوضه دي كمان بالوان مختلفه خالص عن الاوضتين السابقين. نروح بقى للبلكونه اللي فيها الرؤيه اللي ممكن تكونوا محتاجينها للشارع الرئيسي. طبعا عايز اقول لكم ان احنا في الدور الخامس، شايفين البحر وشايفين الشارع. طبعا زي ما قلت لكم ده الشارع الرئيسي. اما بخصوص السعر فتقدروا من خلال رقم التليفون اللي مكتوب على الشاشه ان انتوا حضراتكم تتواصلوا مع الاستاذ حماده جمعه وتعرفوا منه الاسعار الخاصه بالشقه او اي شقه تانية موجوده في جمصه. والى حديث عن جمصه عايز اقول لحضراتكم انه لو انت حابب تعرف اي تفصيله خاصه بجمصه تقدر بكل بساطه تعرفها من خلال طريقتين. الطريقه الاولى هي قناه الوصال على اليوتيوب او صفحتها على الفيسبوك، ومن خلال جروب فين في جمصة الاقي تقدر عليه تسأل اي سؤال انت عايزه، تقدر بكل بساطة توصل للمعلومة اللي انت عايزها من خلال جروب فين في جمصة الاقي وقناة الوصال على اليوتيوب. نكمل مع شقتنا علشان خاطر الناس اللي موجودة وعايزة تعرف كل البيانات الخاصة بالشقة اللي معروضة قدام حضرتك. طبعا من خلال الفيديوهات ده فيديو استفتاحي، لكن ممكن انت من خلاله تتواصل مع الاستاذ حماده ويقدم لك عروض تانية واضحه لحضراتكم بشكل واضح. زي ما قلت لحضراتكم الشقه على ميدان عمومي وعلى شارع رئيسي زي ما حضراتكم شايفين، وفيها او قدامها كل الخدمات. صفين اتنين بس نقدر نقول يعني خطوتين اتنين. طبعا زي ما انتم شايفين البلكونه برضو بالليل مضيئه وفيها كل التفاصيل اللي انتم ممكن تكونوا محتاجينها. وزي ما قلت لكم انه العماره دي او الشقه دي قريبه من سوق السمك من الخلف، يعني من ورا تقدر تكون في سوق السمك عباره عن مثلا 3 4 5 عماير تكون في سوق السمك وتجيب كل اللي انت عايزه. اما ده المنظر ليلا تقدر من خلال المنظر اللي انت شايفه ده تلعب بالليل. احنا دلوقتي يمكن في اول 6 فالجو هادي شويه، ولكن زي ما انتم شايفين بيكون موجود كل الخدمات اللي انت محتاجها. وعايز اقول لكم ان التصوير ده ليلا متاخر شويه عشان كده الدنيا هاديه، وان شاء الله تشوفوه. طبعا دي صوره من المطبخ زي ما انتم شايفين، عباره عن عمارتين تقدر من خلالهم توصل لسوق السمك زي ما انتم شايفين. وزي ما حضراتكم شفتوا دي كانت الشقه اللي معانا النهارده معروضه على قناه الوصال. وزي ما قلت لحضراتكم التواصل او معرفه السعر من خلال رقم التليفون الموجود اسفل شاشه الفيديو اللي قدام حضراتكم، تقدروا من خلاله تتواصلوا مع الاستاذ حماده عشان تاخدوا منه السعر وتعرفوا كل التفاصيل الموجوده في الشقه بشكل اكبر، وتقدروا كمان تحجزوا ميعاد للمعاينه لو حبيتوا تشوفوا الشقه بشكل واقعي والسعر عجبكم من خلال التواصل. طيب في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى كمان اكون قدمت لكم حاجه محترمه تليق بحضراتكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وان شاء الله نقدم لحضراتكم الافضل في اللي جاي باذن الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.